بعت هنا والسعر نزل، بعد كده صحح معاك، بعد كده راح نزل بقوه، بس خلاص السعر يعني عدل وضعيته وخلاص بيفكر في، والسعر خلاص بقى عمال يعمل بريك في ستراكشر زي الكلام اللي انا بشرح لك بالظبط. حلو. حلو. وده هنا برضو كان في اوردر بلوك على فريم الاربع ساعات، خلينا نبص عليه مع بعض. نبص بعد كده، ده هنا كان افتتاح يوم الاثنين والسوق مكمل في صعوده. طيب مكمل في صعوده، احنا حددنا الاماكن اللي هو عايز يصعد لها هنا. ده طبعا استهداف اول اكيد يعني، بس ده انا كنت بنرسم على قبل كده. تلاقي ان السوق في الاسبوع ده ايه اللي حصل فيه. بص انا السوق جه هنا. بص بعد كده، او استنى انا عايز نوريك حاجه الاول قبل ما نخش على الباوند دولار او اليورو دولار. السعر هنا الساعه 8 وتلت راح نازل، راح ساحب السيوله اهي. 7 لما جاء السعر راح نازل، راح ساحب السيوله دي كلها، بعد كده طلع بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. ان شاء الله حلقه النهارده هتبقى حلقه ممتعه، لان انت يعني ايه دماغك كده هتتفتح معاه ان شاء الله، وبالنسبه لك السوق هيبقى زي جيم شطرنج، نقله حصلت وانت هتفكر وتفهم السوق كان عايز يعمل ايه لما عمل الحركه دي، وبناء عليه ان شاء الله انت هتخش ايه تحلل وتكون تداولاتك ناجحه بنسبه كبيره. بس قبل ما نبدا متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ولو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تسيبه تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هنرد عليك. وبرضه لو انت مثلا محتاج تشوف مثلا نظرتي او تحليلي الباوند دولار، دولار ين، ايا كان العملة اللي انت عايزها، او برضه بيتكوين او عملات مشفرة، يبقى اكتب لي تحت محتاج تحلل كذا، وان شاء الله هخش احللها لك وهبعتها لك على اللينك القناة بتاع التليجرام، يعني هتلاقيه تحت برضه. تمام. وهتلاقي اللينك الخاص بيا عشان لو عايز تشترك في جروب الفي اي بي. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا على الدي اكس واي او مؤشر الدولار. طيب هنحلل اللي حصل واحده واحده. على فريم اليوم السعر هنا نزل وسحب سيوله، وبعد سحب السيوله ديت شايفين ان السعر بدأ يكون في ترند صاعد. تمام. تمام. انا عايزك كده زي ما بدأت معاك في الكورس خالص تفتكر الحاجات البسيطه اللي انت اتعلمتها. اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان عندك سوينج هاي وسوينج لو، مظبوط اهو. حلو. حلو. ده كده كان السوينج هاي بتاعك، والسوينج هاي ده بمعنى كسره بعد ما تم سحب السيوله هنا ان الاتجاه بيفكر في الصعود. جميل، اعتقد ان احنا كلنا متفقين على الموضوع ده. طيب طالما كده والسعر سحبه، هيفكر يوصل لحد فين؟ احنا بنعلم على كل السوينج هاي اللي فوق. ليه؟ لان كل دي اماكن سيوله، اماكن ناس. يعني مثلا بص، لو انت بعت هنا والسعر نزل، بعد كده صحح معاك، بعد كده راح نزل بقوه، انت تلقائي وانت بايع هنا هتروح حاطط ستوب لوزك هنا، تقول لك لا ما هو ده خلاص ده اتحول لقمه، فالسعر مش هيرجع له. بس خلاص السعر يعني عدل وضعيته وخلاص بيفكر في الصعود، فكل سوينج هاي بالنسبه له دي بقت مستهدفه، فانت هتروح معلم على كل سوينج هاي او اقرب 2 أو 3. كلام جميل. اعتقد لحد دلوقتي الكلام سهل وبيزك، يعني مفيش اي حاجه. تمام. طيب جينا على فريم الساعه. احنا دلوقتي شفنا ان ده سحب سيوله، ليكويديتي او الليكويديتي عامه دي اتسحبت، والسعر خلاص بقى عمال يعمل بريك في ستراكشر زي الكلام اللي انا بشرح لك بالظبط. حلو. حلو. نركز بقى على اخر موجه هنا. السعر هنا يعمل بريك في ستراكشر. طيب انا عارف ان انا ما شرحتش الفير فاليو جاب، وهنشرحها لك بس مش دلوقتي، لما نخلص السيوله وتكون انت هضمها كلها. تمام. بس مشي معايا ان الفراغ ده اسمه فير فاليو جاب، وهو حاجه مهمه في رد السعر. حلو. حلو. تعال نبص كده اللي حصل واحده واحده. السعر نزل هنا في الاول، ثواني، نزل هنا في الاول احترمه اهو، ثواني نشيل دي، احترمه، وبعد كده راح جاي هنا مكمل صعود، بعد كده نزل وبرضه احترمه طلع فوق، بعد كده راح نزل بقوه، وبعد كده راح طالع بقوه. طيب ده برضه السعر يعمل حاجه هنا اسمها اوردر بلوك. انا عارف ان انا ما شرحتهاش، انت تعرفها تمام، يعني مريح وموفر عليا الدنيا. ما تعرفهاش انا ان شاء الله هنشرحها هنا على القناه بس مش دلوقتي. تمام. طيب وده هنا برضو كان في اوردر بلوك على فريم الاربع ساعات، خلينا نبص عليه مع بعض. ده اوردر بلوك او بي.
دلوقتي احنا عندنا اوردر بلوك على فريم الاربع ساعات، وجا السعر اتحرك معايا من عنده وصعده بقوه زي ما هنشوف كده على فريم الربع ساعه. بص نزل، بعد كده السعر طلع، بعد كده نزل بقوه، وواحده واحده بدأ يصعد ويطير في اتجاهه. تمام. نبص بعد كده، ده هنا كان افتتاح يوم الاثنين والسوق مكمل في صعوده. طيب مكمل في صعوده، احنا حددنا الاماكن اللي هو عايز يصعد لها هنا. ده طبعا استهداف اول اكيد يعني، بس ده انا كنت بنرسم على قبل كده يعني. ده بالنسبه لنا ده استهدافنا الاول، دي النقطه بتاعتنا دلوقتي. ننزل على فريم الربع ساعه تاني، تلاقي ان السوق في الاسبوع ده ايه اللي حصل فيه. بص انا هنحدد الاول بدايه الاسبوع، ده يوم الاثنين، يوم الاحد اهو. السوق جه هنا، بص سحبة السيولة دي، سحبة السيولة دي هي اللي تقولك ان خلاص يعني. بص ده الكلام ده كان امبارح، السوق راح نازل في لندن، راح سحب اسيا، وبعد كده راح نازل في لندن، راح مصفي يعني راح نازل في نيويورك، راح مصفي لندن. والصعود اللي بقوة ده طبعا انت واخد معاه ان ده مومنتو او الزخم، ده يأكد لك ان خلاص السعر عايز يصعد. يعني احنا طبعا واخدينه من فريم اليوم وشايفين التحول اللي حصل من هنا، يعني انت متابع معاه من اول هنا يعني، والشرح كله على القناة، انت متابع معاه من اول هنا. بعد كده شايفين الصعود اللي بقوة ونزل هنا، صحح من عند اوردر بلوك. عارف ان انا ما شرحتش الاوردر بلوك، بس مشي معايا ان انت عارفه. نيجي بعد كده على فريم الربع ساعة، بعد المومنتوم والزخم اللي حصل ده، جه السعر هنا في لندن، راح نازل ساحب السيولة دي وسيولة اسيا والامور كلها بخير، وبوم طلع بقوة. حلو. فده اسباب تقولك ان خلاص انت دلوقتي بقى ده هدفك. حلو. ده تحليلنا للمؤشر الدولار. نخش بعد كده، او استنى انا عايز نوريك حاجة الاول قبل ما نخش على الباوند دولار او اليورو دولار. بص هنا الساعة جت 8:30 او 8:15، وعلى فكرة عشان تكون فاهم 8:15 8:15 8:30، الوقت ده اهم وقت بالنسبة لاي حد متداول. الثلاث مواعيد دول والساعة 9:30، يعني دول اربع مواعيد. هقولهم لك تاني: 8:15 8:30 ل5 8:30 9:30 بتوقيت ايه؟ بتوقيت نيويورك. اهم حاجة يكون توقيت نيويورك. هتعملها من هنا، تيجي هنا عند الوقت، كليك يمين، تايم زون نيويورك. السعر هنا الساعة 8:15 راح نازل، راح ساحب سيولة اهي، سيولة بداية الجلسة الساعة 7، زي ما انا ما كنت قايل لك برضو في الشرح بتاع السيولة. بص الساعة 7 لما جاء السعر راح نازل، راح ساحب السيولة دي كلها، بعد كده طلع بقوة مع الكسر ده، او انا مع الزخم ده يعني هدخل تلقائي شراء من هنا. لما نشوف السعر طالع رالي بقوة لازم هندخل، فرصة دي متتفوتش. الساعة 8:30 سحب سيولة الساعة 7، الاتجاه العام كله صاعد، مفيش اي حاجة يعني انت لو هتحلل كده، تعالى نحلل يعني. بص انا عايزك انت توقف كده الفيديو، ويا عم مش هنقولك باي سي دي، باي مدرسة انت عارفها، ليه السعر ممكن ينزل من هنا؟ يعني بعد ما سحب السيولة دي من الجزء ده بالظبط مستحيل ينزل. مفيش حاجة مستحيل عشان نكون مع بعض يعني. انا اسف ان انا قلت كلمة مستحيل، مفيش حاجة مستحيل، بس ايه اللي يخليه ينزل؟ الزخم كله معاه، فخلاص محدش بيروح يقف في القطر وهو ماشي باقصى سرعة، وده اللي بيحصل. السوق كله صاعد، مين اللي يعني ليه البنوك ممكن تخش بيع؟ انت طبعا في صفقة زي دي تستهدف فين؟ تستهدف كل ده. ممكن تخلي بس الستوب لوس بتاعك ممكن يكون هنا بس، يعني صفقة تقريبا ب6.8 الصعود ده كله. ده النهاردة الاربع. طيب بص هنا اللي حصل في اليورو دولار، نفس الفكرة طبعا، الشرح هو ممكن بس نغيروا الاستهدافات، نفس الاستهدافات برضو تقريبا. فريم الربع ساعة، خلينا 5 دقايق. الساعة كام؟ 8:15 السيولة اتسحبت. هنا كان في كمان فير فاليو جاب على اليورو دولار. بص هتلاقي من عند 50% فير فاليو جاب بالظبط. السعر لمس 50%، سحب سيولة، وصل عند منطقة قوية، شكرا السعر كله انهار. لو احنا جبنا فريم الربع ساعة، خلينا نبص انا عايز نبص معاك على كل حاجة انت اتعلمتها معايا. بص كده منطقة 79% بالظبط. طب نعمله كلاستر او مجموعة من الفايبوناتشي يعني عشان تبين لك ان انت فين. بص كده
والخمسين والخمسة وستين والتسعين. ده هنخليها او تي اي. بص ادي في الموجة الكبيرة دي بين ال 61% وال 50%، وفي الموجة الصغيرة دي بص عند ال 79% بالظبط. مع الحاجات اللي انت متعلمها، صفقة زي دي بالنسبة لك خلاص شكرا، تدخل بيع من هنا وانت قلبك حديد حرفيا. وبرضه في صفقة زي دي رغم ان فيها كل الشروط اللي انت عايزها، تدخلها بكام؟ 1 ل 2% من راس مالك فقط. عايز بقى تخلي الاستهدافات تستهدف سيولة لندن بس، عاوز تكتر، عاوز تكون انت يعني عايز تستنى في الصفقة دي كلها وتحولها لحرفيا صفقة الشهر بالنسبة لك، ان انت حوالي ريشيو تقريبا 15%، براحتك. بس الكونسبت او المفاهيم واحدة وثابتة. نخش مثلا على الباوند دولار، ولا بلاش نمسحه، خليها نفس الرسمة زي ما كنت قايل. هنا دي سيولة كلها. انا طبعا يعني بعت الرسمة ديت على جروب التليجرام، تقدر تخش وتشوفها فيه. بعت يا اما السعر هيعوز ان هو يسحب. طبعا الرسمة دي بعتها من يوم التلات مش من تحليل النهاردة. لو انا كنت فتحت الدي اكس واي وشفت السعر اللي السعر عمله، طبعا انا على فكرة دخلت في صفقة اليورو دولار، بس الفكرة ان انا يوم التلات، بص اقول لك انا يوم التلات هنا فين. يوم التلات اهو، يعني مثلا السعر كان حوالي هنا كده، كان قبل جلسة لندن تمام هنا، وانا شايف ان دي سيولة اهي، سيولة هنا، ودي سيولة، ودي سيولة، ودي كمان سيولة. فانا شايف ان السعر هيصعد. طب هيصعد منين؟ فانا مستني ان في السيولة تتاخد الاول، بس السعر ما نزلش ياخدها، خد جزء بس وكمل في صعود على طول بقوة. وقلت لك الزخم ده هو اللي خلاص اكد لي ان السعر عاوز يصعد، يسحب السيولة الكبيرة، وده اللي حصل هنا. السعر جاي يوم التلات يا عيني هنا ايه، هذا شوية، بعد كده راح جاي يوم الاربع سحب سيولة اسيا مع تحليل دي اكس واي، بوم السعر كله انهار. وهدف ان هو ينزل، وهينزل اكتر من كده على فكرة، يعني هينزل للسيولات دي، حددوها برضو. نيجي على فريم الخمس دقايق نبص اللي حصل، نمسح دول عشان ما يزولوناش. بص هنا جلسة اسيا، لندن سحبت جلسة اسيا، بعد كده نزلت بقوة، جات الساعة 7. بص هنا كان في سيولة ما اتسحبتش، يعني بص دي كانت ممكن تخوفك، بس طالما التحليل كله معاك خلاص ما تخافش. بص هنا الساعة 8، استنى نجيبه فريم الدقيقة، الساعة 8 وتلت، جت هنا 8 وتلت، بالظبط 8 وتلت. بص الزخم اللي حصل بعديها، الزخم اللي حصل بعديها يقول لك كل حاجة ويشرح لك كل حاجة. بص فير فاليو جاب ده، السعر ملحقش، يا دوب لمسه وبوم انهار تاني على طول، فدي تأكد لك ان خلاص السعر عايز ينهار، وده اللي حصل فعلا. اتمنى تكون فهمت مني اللي انا عايز اقوله لك النهارده، ان السيولة ومؤشر الدولار هو اللي بيتحكم في كل حاجة في السوق، فانت لازم يكون دول عينك، يعني دول زي كلمة السلام عليكم بالنسبة لك. تشوف تفتح الشارت السلام عليكم، تخش على الدي اكس واي تحلله بالراحة، تشوف السوينج لود، تشوف السيولة اللي عايز يروحها فين، على فريمات اليوم، الاربع ساعات، الساعة، الربع ساعة، عشان تفهم. وفي نهاية حلقتنا متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك اي استفسار ياريت تبقى تسيبه تحت، واشوف وشكوا على خير ان شاء الله. مع السلامة.